نبص كده مع بعض على الحلاوه، كنافه بالمانجا. الحشو نفسه محشي قطع مانجا، بس ايه، بص 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 الحركه دي، استنى الله ونجرب. لا جامده قوي، جامده قوي. اول حاجه كيس جيلي مانجا ونحطه في بوله، بعد كده كوبايه ميه سخنه ونقلب. انا عايز الجيلي يدوب خالص، وهقول لك ليه بعدين. تسيبه يبرد على جنب. ندخل على الكنافه، دول حوالي ربع كيلو من الكنافه، هنحط عليها 100 جرام زبده سايحه ونقلب لحد ما الكنافه تكون واحد مع الزبده السايحه. وفي طاسه على النار هنبدا نحط الكنافه عشان تتحمر. ندخل على الكريمه، في بوله فيها كريم شانتيه ومعلقتين سكر عادي او سكر بودر وكيس فانيليا وكوب لبن، ونضرب ضربه حلوه بالهاند بلندر حوالي 4 دقائق لحد ما تعمل معانا كريمه بالشكل ده. نعلي التيست بقى، مكعبات جبنه كريمي كده وشويه لبن مكثف. يا لهوي يا دي حدوته. نجهز المانجا، نقطع قطع مانجا في الكريمه اللي احنا عملناها ونقشر الباقي عشان هو ده اللي احنا هنحتاجه على الوش. الكنافه اتحمرت، نجيب صينيه ونبدا نفرد الكنافه، وبعد كده نحط عليها الكريمه ونسويها كده ونحط على الوش قطع المانجا. الجيلي اللي احنا عملناه دوره جه، نبدا بفرشه كده نعمل بالوش ونلمعه عشان تقعد يومين 3 في الثلاجه تحس ان المانجا بتاعتك فريش. بقول لكم ايه، حدوته. عشقي الاول والاخير كنافه بالمانجا، بس ايه، حدوته. اوعى يا حدوته الكلام، لازم تكون موجوده على سفره رمضان. ما تنساش تعمل سيف للحلقه دي لانك هتحتاجها في رمضان، هتحتاجها في رمضان. اشوفكم في حلقه جديده، سلام.